يلا بينا النهاردة نعمل مع بعض شوية محشي كده حلوين جدا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. هنعمل شوية محشي تحفة. نجيب الحلة بتاعتنا نحط فيها شوية مية وبضيف فيها نص معلقة من الكمون وكمان ورقتين كده من النعناع الفريش علشان ما يخليش فيه اي ريحة ولا اي حاجة والكرنب بيتسلق. هنزل بقى بالكرنبايه كده بعد طبعا ما بقورها كده من النص ونشيل الجزء اللي في النص ده بفرخها يعني على وشها كده، وبعد كده ببتدي اقلبها دقيقة واحدة على الوش ده ودقيقة على الناحية التانية علشان الكرنب ما يتهريش منك. هي دقيقة واحدة وتبتدي بقى ايه تشيلي الورق كده واحدة واحدة علشان يطلع معاكي كويس، لان الكرنب كمان بيفضل يكمل سوا بعد ما بتشيليه من المية السخنة. فشيليه كده على طول، ولو اتهرى منك او استوى قوي حطيه في ميه ساقعه على طول علشان تعرفي تحشيه وما يبقاش كده ايه مهري منك ومش كويس. اخلص بقى كل كميه الكرنبايه اللي معايا بنفس الطريقه علشان ندخل بقى على خلطه المحشي الخطيره السهله. من اسهل المحاشي اللي ممكن تعمليها هو محشي الكرنب، سهل كده وبسيط وسريع جدا ما بياخدش وقت خالص. طبعا بعد ما بنسلقه كده بناخده بقى نحطه في ميه برضو نغسله كويس جدا علشان ما يبقاش فيه اي حاجه مش كويسه. لازم نغسل ورق الكرنب كويس قوي زي ما قلت لك. لو استوى منك قوي نزليه في ميه ساقعه، لو انتي ظبطتيه كده وطلعتيه متماسك شويه تحت الحنفيه وابتدي بقى اغسليه كويس قوي علشان يكون مظبوط معاكي كده. انا خلصت بقى الكرنبايه. يلا بينا ندخل على الخلطة بتاعة المحشي. بتكون جميلة جدا، وانا بحب اعمل خلطة محشي الكرنب كده بالذات بشوية زيت وحتة كده من الدهنة، بيكون خفيف وجميل جدا. الدهنة بتديله طعم حلو قوي، تمام، احسن من السمنة بكتير. يعني انتي برضو لو حابة تستخدمي سمنة تمام او زبدة، بس الدهنة مع الزيت بيدوا طعم حلو جدا. بشوحهم شوية وبعد كده بنزل عليهم بنص معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، وبعد كده بكون مجهزة بقى بصلتين كده كبار مفرومين فرم وسط. هبتدي اشوح في البصلاية بتاعتي يا دوبك بس كده تشويحة بسيطة تدبل معايا، انا مش عايزاها تاخد لون خالص. بعد ما تدبل معايا هكون مجهزة الطماطم بتاعتي، كيلو من الطماطم طبعا مفروم برضو هننزل بيه بقى. والطماطم بتاعتنا كده ايه ما شاء الله تكون حمرا علشان الصلصة بتاعتك تكون لونها حلو، ده اللي بيدي المحشي لون حلو. وطبعا عشان نعزز اللون بتاعنا فبضيف عليها معلقتين كده من الصلصة كبار، وطبعا بظبط الملح بتاعي وبضيف كمان نص معلقة من السكر علشان كده ايه نعمل شوية صلصة حلوين جدا. بس كده هغطي عليها بقى واسيبها على نار هادية كده تتسبك وتكون معايا تمام. وهنا حطيت حلة على النار، المية بتغلي هضيف فيها بصلتين وجزراية ولوري وحبهان ونسيبهم كده لحد ما يغلوا مع بعض. وطبعا بضيف عليهم كمان نص معلقة من الفلفل الاسود. هنا بقى اول ما تشم ريحة الحاجات اللي انتي نزلتيها دي تبتدي بقى ايه تنزلي بقطع اللحمة بتاعتك. هتاخدي شوية شوربة حلوين جدا. هنزل بالشوربة محشي يعني ايه لازم يكون كده ايه شوربة جنبه بقى، شوربة لحمة شوربة فراخ، ويا سلام بقى لو في شوربة بط بتبقى تحفة جدا مع المحشي. هنا كانت خلاص التسبيكة بتاعت المحشي خلصت معايا، وحطيت لها كده على الوش قرن شطة زي ما هو علشان تكون سبايسي شوية وطعمها حلو. بعد ما تتسبك خالص بقوم نازلة عليها بمعلقة من السبع بهارات، ودي بتخلي المحشي طعمه جميل جدا. يبقى البهارات بتاعتنا فلفل اسود وسبع بهارات بس، كمان بحطها بعد ما تتسبك علشان ما تمررش معايا وتخلي الصلصة طعمها مش كويس. بعد ما بتتسبك خالص بننزل بيها. هنا بقى لو في اي ريم كده على الوش بتاع الشوربة بنبتدي نشيله، وبعد كده بكون فرمة طماطمتين ومتصفيين بننزل بيهم ونهدي بقى على الشوربة واسيبها تعيش حياتها وتستوي كده اللحمة براحتها. تعالوا نكمل مع بعض تقطيع ورق الكرنب بعد طبعا ما غسلناه غسلة كويسة قوي. هنبتدي بقى نمسك الورقاية كده ونقطعها يعني تقطيع متوسط علشان تكون معاكي حلوة. يعني كبريها شوية علشان الورقة ما تكونش رفيعة معاكي وتلاقي المحشي طالع من كذا اتجاه الرز بتاعه. فعرضيها شوية بس مش قوي يعني عشان تكون معاكي مظبوطة. قطعي بقى شيلي العرق اللي فوق ده، وبعد كده ابتدي قطعي بقى الحجم اللي انت بتحبيه. انا بحب اعملها متوسطة كده علشان لو صغيرة بتلاقي الرز طالع من كل حتة، فنكبرها شوية عشان تكون حلوة.
وبعد كده بقى هاكون مجهزة بصلاية مفرومة برضه فرم متوسط، هنبتدي ننزل بيها في بلاستيكة كده أو بولة. بعد كده هاضيف عليها نص معلقة من الفلفل الأسود، وكمان نص معلقة من الملح، ونبتدي بقى نخلطهم كويس جدا. الخلطة دي هتخلي المحشي طعمه خطير يا جماعة، جربوها حلو قوي. البصلة النية دي بتفرق جدا في طعم المحشي. انزلي بقى بكمية الرز بتاعتك، عليها بقى ميكس من الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة طبعا، وظبطي الخضرة بتاعتك علشان المحشي يكون طعمه حلو. بعد ما الصلصة اتسبكت معايا، هنزل بيها بقى وابتدي اخلط كل المكونات دي مع بعض. هنا بقى عايزة اقولك الريحة خطيرة، تحفة، شوية محشي حلوين جدا. وكمان لو انت بتحبي المحشي لونه احمر قوي، بتسيبي كده معلقتين بقى من الصلصة اللي انت مسبكاها دي على جنب، وهو بيستوي بتضيفيها على المحشي. تمام. لو مش بتحبيه لونه احمر قوي، ممكن عادي تظبطي الصلصة بتاعتك بتاعت الخلطة وخلاص. او ممكن تستخدمي صلصة عادية، يعني اللي هي الجاهزة، على كده على الشوربة، بتديله لون حلو وشكل حلو. خلاص قلبت الخلطة بتاعتي وظبطتها وظبطنا الملح، نبتدي بقى نمسك الورق كده ايه، نقطع التقطيعة المظبوطة ونبتدي نحشي. طبعا في ناس بتحب كده تسويه الاول وتقطعه كله الاول وبعد كده تبتدي تحشي. انا بحس ان احنا كده بنضيع وقت كتير، فانا بقطع على قد ما الورقة اللي انا عايزاها يعني، وانا بحشي كده على طول، فما بياخدش مني وقت وبيكون سريع. زي ما قلت لكم، اسرع المحاشي اللي ممكن تعمليها محشي الكرنب، يعني سريع جدا ما بياخدش اي حاجة، في ثواني بيكون جاهز. خلاص ابتدي بقى ايه، ابتدي بالاخضر. الاخضر بنخليه تحت، وبعد كده ايه, نخلص الكمية بنفس الطريقة وخلاص على كده. عايزة اقول لكم بقى، في ناس كتيرة بتشتكي من تسوية المحشي. المحشي ليه كذا كده ايه طريقة عشان برضو يطلع معاكي مظبوط. ناس بتقول اللي هو مثلا في النص ما بيستويش كويس، بيبقى في جنب مستوي وجنب لأ. هخليك تسويه بطريقة حلوة جدا، وهيطلع معاكي مظبوط قوي. علشان المحشي بتاعك يطلع مظبوط منك، اول حاجة يعني الرصة بتاعتك لازم تكون مظبوط. انا برص المحشي بطريقة معينة كده، يعني ايه، عكس عكاز كده، هوريكم دلوقتي. يعني 4 بالطول و4 بالعرض كده يعني مثلا، علشان يطلع معاكي كويس وتضمني التسوية بتاعته. تاني حاجة بقى، واحنا بنشرب الشوربة بتاعة المحشي كده، هنبتدي نغطي المحشي بتاعنا بالشوربة. واهم حاجة في تسوية المحشي، اول ما يبتدي يغلي معايا هنبتدي نهدي النار عليه، ما بستناش لما يشرب السوائل بتاعته كلها. اول ما يغلي غلوتين كده على النار، بهدي النار عليه للنص واسيبه بقى كده على نار هادية. هتلاقي الشوربة بتاعتك بتبتدي تنزل معاكي كده شوية بشوية تحت، وبيكون مظبوط جدا وتسويته حلوة قوي ومظبوطة. ههزه كده هزة واغطي عليه بقى لحد كده ما يستوي معايا. زي ما قلت لكم، اول ما بيغلي بهدي النار خالص واسيبه يستوي، بيطلع مظبوط وتحفة ما شاء الله. ولو انتم ملاحظين معايا الرصة بتاعة المحشي زي ما قلت لكم كده، 4 بالطول و4 بالعرض عشان يطلع معايا زي الفل. تعالوا بقى نقدم الاكل بتاعنا. زي ما قلت لكم سريع جدا، محشي الكرنب اسرع حاجة ممكن تعمليها في المحاشي يعني. خلاص شايفين بقى اللون بتاعه ما شاء الله، لونه حلو جدا. طعمه حلو قوي متماسك، مفيش رز طالع منه ولا اي حاجة، علشان احنا مظبطين كده المحشية بتاعتنا ومعرضينها شوية. خلاص احنا طبعا مش مخلينها مقلبظة، يعني احنا مرفعينها بس معرضينها شوية، طويلة شوية علشان تكون حلوة معايا كده ومظبوطة ما شاء الله. ريحته خطيرة وطعمه جربوا بقى المحشي على الطريقة بتاعتي، هيعجبكم جدا. وبعد ما اللحمة بتاعتي استوت خلاص بقى، كنت شوحتها كده في حتة سمنة بلدي وخلاص. احنا بنحب المحشي كده، وشوية شوربة ودمتم سالمين. شوية محشي حلوين جدا، طعمهم خطير. تحفة. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. ولو وصلتوا معايا لهنا، ما تنسوش تحطوا اللايك، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. باي.